بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المغاربة معروفون منذ القدم حبهم هذا الدين حبا شديدا، والعمل به ونصرته، ولا يحتاج أبدا هذا الأمر إلى دليل، كما لا تحتاج الشمس في رابعة النهار إلى دليل. إذن هذا هو المغرب وهؤلاء هم المغاربة. لكن ما الذي دهاهم والذي حدث لهم حتى أصبحت تظهر فيهم هذه الانحرافات الخطيرة؟ إن الإسلام أول خصائصه إذا حل بقلب عبد أن تحل الرحمة بحلول الإسلام في القلب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم يرحم نفسه. كيف يرحم نفسه؟ أي أنه لا يرديها موارد الردى والهلاك بإبعادها عن كل ما يخرم المروءة، وكل ما يصد والعياذ بالله عن دين الله، وكل ما يصادم الفطرة. كيف يتحول بعد ذلك هذا المغربي في كثير من الحالات التي نعيشها والتي تعج بها مواقع التواصل إلى هذا النوع من الإنسان الذي فقد في كثير من الحالات الرحمة، بل تتجلى القسوة في أجلى صورها، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الأعمال التي تمتح من قلب قاس لا يمكن أبدا أن نبررها، ولا يمكن أن نجد لها تفسيرا، إلا أن هذا القلب قطع صلته بالله، حتى ولو أقر لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. هكذا تتصحر القلوب، هكذا تصدر عن هذه القلوب أمور خطيرة. في 20 مارس صدر حكم في حق 3 من المتهمين راشدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. 2 منهم سنة ونصف، والآخر 2 سنين. ما هي إن شاء الله جريرتهم؟ بعد إدانتهم بتهمة التغرير بقاصر 11 سنة وهتك العرض تحت التهديد بالسلاح الأبيض. الله، مما نتج عن حمل عازبة، هي أصغر عازبة في تاريخ المغرب كما قالت ذلك الجمعيات. الآن هنالك في مواقع التواصل الاجتماعي ضجيج كبير حول هذا الحكم المخفف في مسألة جنائية جمعت عياذا بالله كل أنواع الجرائم، فيها جريمة الاختطاف، فيها جريمة التهديد تحت السلاح، لا حول ولا قوة، جريمة سبق الإصرار والترصد، جريمة الاغتصاب، جريمة فض البكارة، جريمة الحمل من قبل رجل متزوج، جريمة احتجاز، جريمة حالة العود، أي يعودون مرة بعد مرة حينما يخرج الوالد إلى السوق والوالدة لكي تعمل في مزرعة. الله، ويهددونها أنها في حالة ما إذا عياذا بالله أفشت السر لأي من كان تهدد. جريمة التخويف، جريمة الخمر، تعاطي إلى الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الجرائم يصدر هذا الحكم المخفف، في حين أن الاعتداء على القاصر وحدها في القانون الجنائي يحكم من 5 إلى 10 سنوات، وفي الحالة المغلظة من 10 إلى 20 سنة. فكيف تم تخفيف هذا الحكم؟ ماشي اللي كنقول أنا ما أعرفش القانون، هذو الناس تاع القانون هم الذين يقولون.
ولذلك انتدبت الكثير من هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، وهي تسائل القضاء عن هذا الحكم المخفف، كيف تم الوصول إليه في ظل ضخامة هذه الجريمة التي يهتز عرش الرحمن لها. لا إله إلا الله محمد رسول. وأنا أقول، أنا اسمحوا لي أنا نتكلم أنا على القضية ديالنا احنا. القانون راه عندهم مليون قضاء وراه جمعيات كتكلم على هذا الشيء، لكنني بإذن الله تعالى من خلال نزف القلب لما آلت إليه أوضاع المغرب أقول: هؤلاء الثلاثة منهم المتزوج، هل هذه هي الرحمة؟ لا يمكن للإنسان أن يعترض سبيل طفل، فإن رأى طفلا منهكا أو يحمل فقط محفظة أكبر منه يتألم له ويتمنى لو حمله ويحمل محفظته لكي يوصله إلى المدرسة. هذه الفتاة حرمت من المدرسة، هذه الفتاة أمية، هذه الفتاة تتعامل فقط مع البهائم. يعني أين الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. ماذا أصنع لو نزع الله تعالى الرحمة من قلوب هؤلاء؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله 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 الله. ثانيا، الرحمة ينبغي أن تكون لكل المخلوقات، فإن امرأة بغي مرت على كلب يكاد يأكل الثرى من العطش، فنزلت إلى البئر فملأت خفها فسقته فشكر الله لها وغفر لها وأدخل الجنة. هذه سقت كلب يا أخي. وامرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة. فكيف وأنت تقسو على شكون؟ صبي، وماشي ولد، طفلة، ومش أي طفلة، أمية، ومش أي أمية، فقيرة. الله، إني أخاطب فيكم إيمانكم إن كان لكم إيمان، ودينكم إن كان عندكم دين. أليست تلك ابنتك وابنتي؟ أليس كان الإنسان إذا رأى ضيما ينزل على أي كان كبيرا أو صغيرا يقف إلى جانبه؟ أليس من مقتضيات هذا الدين أن يقف الإنسان مع المظلوم، أن يحمل الكل، أن يكسب المعدوم، أن يرحم الصغير؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. إن القلب لا ينزف في شهر رمضان، في شهر رمضان يحدث هذا. أخاطب فيكم إيمانكم وإسلامكم. إن شابا جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، آمنت بك فأذن لي في الزنا، فقربه بعد أن كاد الصحابة أن ينقضوا عليه لأنهم يرون أنه أساء الأدب مع النبي، لكن المربي بأبي وأمي ونفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم قربه، ثم قال: لا تحبه لأمك لأختك لخالتك لابنتك لزوجتك. في كل ذلك يرد على النبي ردا مؤدبا تأديبا جما، فيقول: لا جعلني الله فداك. والنبي في كل مرة يقول: كذلك الناس لا يحبون هذا الأمر، لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فكيف إذن يريده لابنته؟ هذه ابنتك، هذه ابنتك. ما تترعرع هذه الانحرافات إلا في ظل البعد عن الله وعدم الخوف بالآخرة. ألا تموتون
أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون وأن إلى ربكم لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه أكثر بالموءودة. وإذ الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب؟ فتاة قاصر صغيرة غرة تتعاملون بوحشية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، هذه أيضا أضيف صوتي إلى صوت هذا الصوت الضاج المرتفع في جميع وسائل التواصل، أرفع صوتي أيضا وأقول إنها جريمة مكتملة الأركان، وإن القانون الجنائي القضاة يعرفون بإذن الله تعالى كيف يتعاملون مع المساطر، وحينما يقفون على حيثيات القضية والجريمة من كل زواياها. لكن أنا أقول شيئا، إن هذا الذي وقع لابنتنا هي ليست جريمة فقط، هذا الخطف والتهديد والاغتصاب هذا فيلمش، هذا ارتكبوا واسمه جريمة الحرابة. الحرابة، نعم، اللي يقطع الطريق، اللي يخطف الأطفال، اللي يغتصب بهذه الطريقة، هذا يحارب الله ورسوله. هذه ما بقاش قضية جريمة نتاع إنسان مع بنية صغيرة في هذه الوحشية، لا، لقد تعدت لكي تصل إلى درجة الحرابة. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الله أكبر. ولكن نحن لا نطبق الشريعة، ولذلك كل ما هنالك أن القانون الجنائي هو الذي يطبق في بلدنا. فحينما قرأت حيثيات هذه الجريمة رأيتها بإذن الله تبارك وتعالى يصدق عليها توصيف الحرابة. شوف فين وصلنا، شوف منين بعدوا على سيد ربي، ولينا نحارب الله ورسوله. هذه ماشي قضية عرض، هذه حرب لله ولرسوله. ويا رب يا 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 رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا وليس آخرا أقول: أما آن لمثل هذه الجرائم أن تختفي؟ سل هذا السؤال واتركه معلقا واستفز به عقول من الناس. لماذا كثرت هذه الجرائم في بلادنا؟ ستقول الفقر، ستقول الأمية، ستقول الجهل، ستقول تغييب تنفيذ القانون، ستقول ليس هنالك رادع. ونحن نقول كل هذا موجود، ولكن أصل المشكلة هو أننا لم نفعل المؤسسات التي تحمل على عاتقها أمانة تشكيل العقل المسلم، والمؤسسات التي تعمل على تربية وتزكية قلوب هؤلاء حتى تتزكى وتطهر، من أجل أن نكون المسلم الصالح المصلح الذي يغار على دينه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.